وبالنسبة لاستهانتهم بشرع الله سبحانه وتعالى منه هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم، أي أن مسلم رواه هذا الحديث. في رقم الحديث 64 بعد 700 والألفين، كتاب التوبة. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. طيب، أصبت حدا فأقمه علي. قبل هذا الحديث حتى تفسر، هذا طبعا في كتاب التوبة، هذا في كتاب التوبة. وانظر كيف يهدمون باب التوبة بهذا. يقول: باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، هنا لفظة أن رجلا أصاب من امرأة قبلة. وفي الحديث الذي بعده فذكر أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا. طيب، وفي رواية أخرى: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها. وهنا: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا، طيب، فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. هذا الحديث في كتاب التوبة وفي صحيح مسلم. يعني مجرد أنه صلى كانت هذه الصلاة ماحية لهذه الفاحشة التي ارتكبها. ألا يفتح هذا الحديث الباب أمام مصراعيك أن افعلوا ما شئتم من السيئات وصلوا ركعتين أو تصدقوا بدينارين وتمحى عنكم تلك الحسنات، تلك السيئات؟ هم ما فهموا قول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات في معناه الصحيح. طيب، فانظر كيف استهانتهم بالصحابة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم وبشرع الله سبحانه وتعالى. وهذا غيظ من فيض، وهذا غيظ